متابعين برنامج هوايات مصرية. ان شاء الله احنا كلامنا النهارده عن الروشة او النيوكاسل او السالمونيلا. المرض الروشة ده ليه كذا فئة وبيتطور بشكل، يعني ممكن نكون احنا كغواية بنطور المرض ده بطريقة غير مباشرة. فطبعا هنتكلم النهارده عن مرض الروشة زي ما حضراتكم طلبتم مع الحاج ياسر، وطبعا يعني خبرته يعني ما شاء الله يعني. ومعنا الاستاذ محمود برضو هنتكلم عن موضوع الروشه، هو عنده تجربه شخصيه برضو هيقول لنا عليها. عايز اعرفكم بس الاول بضيوفنا. الاستاذ محمود، اهلا وسهلا بحضرتك. غاوي بالك قد ايه؟ انا يعني الغوايه دي واخدها من اخويا الكبير، اللي هي اخويا اسمه احمد السني، كان غاوي عنده عشره ما شاء الله، كانت 6 في 6 وكان موضوع كبير يعني. هو بس ما كانش حابب ان هو يضمني معاه في الغوايه وكان بعيدني، فانا لما يعني استقلت بذاتي حبيت اشتغل في موضوع الغوايه ده لوحدي بقى، ويعني واحده واحده اتعلمتها، بقيت اعرف اسم فرد الحمام ده ايه واسم الفرد الحمام ده ايه، ومصطلحات بقى، مصطلح من هنا على مصطلح من هنا، والحمد لله رب العالمين تمام يعني. طبعا الحاج ياسر يعني غني عن التعريف. الداتا اللي هي الخاصه بالخبره بتاعتنا بتاعت زمان، يعني ده الجيل الجديد اللي هو المفروض هيستلم مننا، هنستلم من حضرتك الرايه. فاحنا الجيل الجديد هنقول لحضرتك تجربتنا، وانت بقى تقول لنا المفروض ايه مرض السالمونيلا وايه قصه موضوع اسف الروشه وايه موضوع الروشه. بس كنت حابب ان انا اعرف الاول المشاهدين مرض الروشه ده فيروس ملهوش علاج. يعني اي حد يقول انا عندي علاج لمرض الروشه فالكلام ده غلط 100%. ده فيروس لحد الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا مفيش علاج للروشه. تمام ولا؟ بنصبح على كل الناس اللي موجوده معانا في البرنامج الجميل ده. بالنسبه للروشه او الباراميكسو، بالنسبه للحمام هو فيروس اسمه الباراميكسو، ده بيصيب الحمام، وفي زيه فيروس بيصيب الفراخ والطيور الداجنه كلها اسمه نيوكاسل. فيروس زي اي فيروس، زي الانفلونزا بتاعتنا. حته ان نقول ليه علاج او روشته علاج بتعالج الفيروس او بتخلص عليه، لا دي مش تمام. كل اللي بنعمله ان احنا بنشيل الاثار الجانبيه بتاعته. مظبوط. كان زمان في طريقه الناس شغاله بيها او شغل بلدي زي ما بيقولوا. النهارده في علاجات بتخش تزود المناعه، بتزود الشغل. في امصال بتتحط للفرد الحمام من قبل ما يجي المرض دوريه كل سنه. خلاص دي بتأثر موضوع كتير. يعني الامصال اللي موجوده دي ما ينفعش ان انا عندي حمامه عندها روشه او عندي اصابه بالفيروس. يعني انا مش بقول حمامه، انا بقول الاصابه بالفيروس بتبقى على القطيع الحمام كله. ما ينفعش يبقى عندي اصابه، حتى لو عندي اصابه موجوده ما ينفعش ان انا ادي تحصين للحمام. لا، في اي حاجه فيها تحصين سواء الفيروس او غير فيروس. التحصين عباره عن جزء ميت من المرض بحطه في جسم الفرد او في جسم الحيوان او في جسم الطير عشان يبتدي يعمل اجسام مناعيه تقدر بعد كده لو جه المرض في اي وقت يبقى هو عنده الجيش اللي يقدر يدافع بيه. ده اختصار المصل. انا دلوقتي في موجود المرض اوريدي، وانا هاجي المصل ده لما قلنا جزء من المرض او المرض الميت هحطه، يبقى انا بزود المرض تاني، يبقى انا بنهي على فرد الحمام او بنهي على الطير. ما ينفعش وقت المرض ما فيش حاجه اسمها تحصين. التحصين بيكون قبل المرض بشهرين او ب3 شهور حسب ما انت بتعمل الدوره بتاعتك، وبحيث انه لما بيجي المرض بيكون الاجسام اتكونت فعلا في جسم الحمام. المفروض الكلام ده بيبقى قبل الشتاء، لان اللي انا اعرفه عن البارميكس فيروس ان بينشط في درجه حراره اقل من 18 درجه. يعني مرض الروشه ده يا جماعه بيبقى موجود في الشتاء، موجود يعني الحمام بيبقى عرضه ليه اكتر في الشتاء.
لان بينشط عند درجه حراره 18 درجه مئويه. تمام. معانا تجربه الاستاذ محمود النهارده عن الروشه اللي هي الطرق اللي احنا كنا بنعملها زمان يعني. فتقول لنا ايه اللي حصل عندك، في عملت ايه والحمام بقى كويس؟ انا بسم الله الرحمن الرحيم كنت جايب زغلولين جمعيات بيض، وكنت جايبهم من مكان دافي ونقلتهم عندي في البيت في المكان اللي انا بربي فيه. فمع تغيير الجو ببص لقيت الزغلول من النوم دماغه بدأت تتهز هزة بسيطة، فعزلت ده عن ده، الاتنين دماغهم بدأت تتهز. فاتصلت بصاحبي اللي انا جايب منه الزغلول اللي انت مديهاني دي تعبانه؟ قال لي لا دي مش تعبانه، ده انا مديها لك سليمه وكل حاجه. طيب تمام، هعمل ايه؟ قمت متصل باحمد، يا احمد انا في معايا 1 2 3 اعمل ايه؟ قال لي انسل ديل فرد الحمام وديله كويس وقشر له دماغه. قشر له دماغه ده الريش اللي هو الخفيف الصغير اللي موجود هتلاقي ورا يعني هتلاقي تحت الجلد زي ايه، حبس دم خفيف كده مزرق شويه، دم متجلط يعني، دم متجلط بطرف موس او بمشرط طبي نظيف. بتبدا تشرط تشريط سطحي بحيث انك ما تصيبش فرد الحمام او تذبحه. يعني بتتعامل معاه بايه، انك بتطير الدم المحبوس دوت بحيث ان الدوره الدمويه لجسم الانسان للجسم الحمامه فتح الشرايين بتاعت فتح الشرايين مع تغيير الريش مع تغيير الدم في الدماغ. فحسيت بعد كده ان فرد الحمام دماغه هديت وبدات تثبت شويه شويه، والحمد لله يعني هي دلوقتي انتهى عندي وشغالها جميل جدا، وبفضل الله رب العالمين عليها ان هي خفت وبقت كويسه. بس موضوع بقى ان هي دماغها لسه ثابته فيها. وهل انا كنت عايز اسال الحاج ياسر، هل لو جدد لا قدر الله المرض هترجع لها تاني، ولا بتبقى هي خلاص اكتسبت مناعه من المرض الاولاني؟ دي النقطة اللي كنت قلت لك، انت كده بتعمل مشكلة كبيرة. احنا بنطور يا جماعة، يمكن انا قلت في الكلام ده في الاول. المرض نفسه بيتطور. يعني كان زمان مثلا في السل، في ناس ما تعرفش حاجة عن المرض السل اللي هو بيجي للحمام دون. ويعني ان شاء الله احنا هنتكلم على استاذ في حاجات زي كده كتير يعني ان شاء الله. احنا كده بنطور المرض ونخليه يعمل مناعة للحمام، وده الحاج ياسر يشرحه لنا بالتفصيل، ولا كلامي غلط؟ لا تمام. وطبعا الطريقة ما فيش اي مشكلة عليها. وانت لو رجعت للمرض نفسه ايه اللي بيعمله هتلاقي ان هو الحل الجراحي او الحل اللي كان بيتعمل هو ده، ما فيهوش مشكله كحل. انما النتائج بتاعته هتوصلك لايه او هتمشي معاك لغايه فين، هي دي المشكله. الاول الفيروس ما بيستوطنش مكان، عشان نكون فاهمين الموضوع. كان الطبيعي ان الطير او الحمام بيخرج يطير في غطان، يطير في اراضي، بياكل ويشرب. كان اللي ممكن يدخل فيروس روشه في عشه حمام، الحمام كان بيطير. فرد حمام بري مستوطن في مكان في خرابه في جبل في بتاع، بيجيب المرض ويبتدي يجي على العش عندك، يبتدي ينقل لك المرض. وكان الطبيعي برضو ان المرض بيخش بياخد فردين 3 اللي هم الضعاف، بحكم طبيعه الخلق يعني، ان الضعيف بيروح ويفضل السليم ويفضل السليم موجود قادر يقاوم المرض اللي جه ده. اللي احنا بنعمله طبعا بما ان الحمام بقى بفلوس او الطيور دي بفلوس وبقت غاليه، بنبتدي نعالج. العلاج اللي قاله محمود ممتاز، مفيش مشكله، اساسي، مش ممتاز بس، هو العلاج الوحيد، لان احنا قلنا من الاساس هو الفيروس ملوش علاج. فانا بعالج الاعراض بتاعته. الفيروس ده بيخش، كل اللي بيعمله بيعمل التواء في الرقبه، اللي هو الروشه اللي بنقول عليها الروشه. الفرد الحمام بيجي يقف تلاقي رقبته بتلف حواليه، مش قادر يوزن نفسه. الالتواء ده بيجي من ان الدم ما بيوصلش للشعيرات اللي في المخ، اللي هي الجزء اللي ورا الرقبه اللي احنا بنقول عليه لما نشيله ونفضى من الدم اتجلط ورا، فخلاص الارسال او الاشارات اللي هتتبعت للمخ انه يعدل الدماغ في الحته دي مش موجوده. بشيل الريش. ان هو المرض بيشتغل على الجهاز العصبي، نيوكاسل ده بيشتغل على الجهاز العصبي، فبيضرب العرق ده. ما فيش توصيل امدادات للمخ لا بدم ولا باشارات من مخ الفرد الحمام. بشيل انا الريش، بغرز الدم اللي موجود ده، بحاول اطلعه التجلطات اللي موجوده دي، سواء بمشرط سواء بابره، كل واحد حسب قدرته. بس طبعا كل ده بيبقى بحذر، لان انت بتلعب عايز حساس، عايز حد يكون جرب الموضوع ده. بيبتدي الريش اللي بيطلع جديد بيحتاج دم عشان ينمو، فيبتدي يسحب من الدم، يبتدي الجلطات دي تتسحب من الشرايين او من العروق بتاع فرد الحمام، مع برشام مسيل دم، مع روافع مناعه بتتحط في الميه، مع مساعده فرد الحمام في الاكل لو مش قادر ياكل، بيبتدي يعدل نفسه. انه يرجع
سليم 100% او شكلا في العقده اللي بنقول عليها ما يبقاش روشه تبقى عقده، دي حسب النجاح العمليه اللي انت عملتها معاه. مظبوط. اجي في الحالتين بقى، هو نجحت وعدى من الروشه، مش هيموت، هو ما ماتش بس هو حامل للمرض. هو كده بيظهر معايا نقطتين مهمين. اولا لو كان الموجود الحمام الفرد اللي خف ده وان كان ذكر بيبدا عندي يحص في الانتاج بتاعه. ساعات الذكر لو كان ذكر في بيضه بتجمع وبيضه تبقى رايقه، وساعات البيضتين بيبقوا رايقين. دي اول تاثير لي يعني بالنسبه للنيوكاسل. تاثير لو في العاده او الروشه، ان هو بيجي ما بيقدرش يوزن نفسه فوق النتايه اللي هو شغال معاها يعني، فما بيقدرش يقوم بالعمليه بطريقه صحيحه، فهو ممكن يعمر واحده ويروق واحده، بس مش ده التاثير الوحيد. انا النهارده كل اللي بعمله انا عالجت فرد حمام يمكن عشان قيمته الماديه او عشان تقليبه كويس وعزيز عليا، خلاص، بس انا سبت في المكان اللي انا فيه باقي الحمام سواء 20 سواء 100 سواء 1000 سايب لهم بذرة المرض موجودة، والمرض يوم ما بيخش تاني ما بيخشش لده، هو ده خد المناعة بعد اللي حصل فيه ده، مش هيجرى له حاجة، انما اللي هيخش فيه جديد هيبقى اصعب منه، هو مش هيستحمل المرض. المرض نفسه بيحدث نفسه بيستوطن. انا سبت المرض في المكان. فالنصيحة لا، ما توقعتش فرد عائد عندك، ما توقعتش فرد دخلت فيه الروشة وسبتت عندك. عزيز عليك. ده كمان بيتوارث يعني، كده بيتوارث. خلاص انا هو بيدي زغاليله، اكيد بيديهم نسبة بشم بنقل عن طريق حشرات، ايا كان الوضع. الحمام اللي معاه في العشه بياخد برضه نسبه المرض منه، وقت ما بيجي الجو مهيئ ان الفيروس يشتغل تاني بيبقى هو موجود فعلا. انا ما جبتوش بقى من بره المره دي، ما جاليش عن طريق فرد بري، ما جاليش عن حمام جديد انا دخلته، لا ده انا حاطط المرض نفسه. خلاص. الاساس ماشي، هو عزيز عليك خلي له مكان لوحده، اعمل مكان لوحده للحاجات دي بعيد عن الحمام التاني. مصل حمامك بصفه دوريه، خلاص، هتتجنب 80% من المرض، ان المصل ما بيقضيش على المرض، هتجنب 80% من المرض. ايه رايك في الكلام؟ كلام جديد صح؟ كلام جديد وكلام علمي وكلام يعني اكيد عن تجربه، واحنا بنشكر الحاج ياسر على يعني الفايده اللي قالها لنا، لان برضه وجود فرد حمام مصاب في مكان ممكن يكون سبب لخسائر كتيره. تمام، خاصه ان هو اساسا الحمام ده انت هتيجي هتفرخه، المرض نفسه موجود في الجيل اللي طالع، فكده انت حاطط المرض عندك في المكان وانت مش واخد بالك. صح. فاحنا عايزين بقى نتكلم على الناس طبعا اللي بتسالنا على طول الاسئله بتاعت الناس اللي بتتكلمنا عن الامراض الحمام. احنا ان شاء الله هنكمل بنفس الاسلوب دون وبنفس الطريقه. عايز اقول حاجه عن النيوكاسل باختصار. النيوكاسل هو فيروس لحد وقتنا هذا ملهوش علاج. احنا كغوايه بنطور المرض بطريقه غير مباشره، ان احنا الحمامه اللي بيتعقد فيه اللي بتبقى عاقده فيها الروشه او بتصاب بالروشه وتبدا حالتها تتحسن، احنا بنطور المرض، يعني خلاص المرض بياخد المناعه. مثلا انت اديت له مثلا اذا كان في برضو انواع اللي هي الكبسولات اللي هي البرشام اللي كنا بنفتحها في الميه دي، برضو كده اتطور. يعني اي دواء او اي حاجه هتديها للحمام ان انت ترفع مناعه الحمام بيها هيبقى صعب. ايه الطرق السليمه اللي انت تستخدمها لما يكون عندك روشه؟ اول حاجه بتتخلص من الحمام المصاب، تمام. تاني حاجه بتبدا تستخدم الطرق الوقائيه. الطرق الوقائيه ان انت بتطلع الحمام بره الاول، بره المكان اللي هو موجود فيه الحمام. قبل ما بطلع الحمام بحاول ارش الحمام باي حاجه اللي هي بتقضي على الحشرات. احنا كنا بنستخدم الملاسيوم بتركيز قليل اللي هم 2 سم على اللتر الميه، بحيث لو الحمام فيه حشرات لما تيجي ترجع الحمام لمكانه تاني يبقى المرض ما يبقاش موجود عندك. بتطلع الحمام بره، قبل ما بتطلع الحمام بره بترش العشه كلها او المكان اللي انت بتربي فيه باي مبيد حشري يكون قوي زي احنا بنستخدم هنا الملاسيوم بتركيز قليل. بعديها بساعه ونص بعد ما بترش الملاسيوم ده المكان كله حتى والحمام، بتبدا ترش المطهر سواء بقى في زي ديتول او الكلور. بتنقع الاواني اللي هي الفخاره او اي حاجه انت بتستخدمها سواء اكل او شرب، تتنقع في الكلور مش اقل من ساعتين. بعد كده ترجع ترش العشه كلها مطهرات، تبدا تدخل الحمام تاني في المكان الاصلي بتاعه. وانت بتدخل الحمام انت طبعا كده اتخلصت من اي حشرات موجوده. لما رشيت المبيد الحشري بتغسل رجل الحمام بالديتول او اي مطهر،
تبدا تدخله كده المكان عندك ما فيهوش اي اصابه، وتبدا بقى تقفل على كل جزء لوحده او كل فرد حمام لوحده، ويبقى كل واحد محطوط في الباب بتاعه او العين بتاعته، ما يبقاش فيه اصابه ان المرض يتجدد يبقى موجود المرض تاني. اي مرض بيشتغل طبعا الادويه، انت ما فيش هو ليه علاج زي ما احنا ما قلنا، بس انت بتشتغل على رفع المناعه كويس، رفع المناعه يكون كويس 3 ايام او 4 ايام ما فيش مشاكل. تبدا فيتامينات واملاح معدنيه برضو، هو ده علاج يعني ده اللي انت تقدر تعمله بالنسبه للموضوع الروشه. في كلام تاني ولا انا بس بالنسبه للروشه، عشان في ناس كتير هتتعب في حته فرق بينها ان كانت روشه او سالمونيلا، ان في نوع من انواع السالمونيلا، سالمونيلا بكتيريا مش فيروس، بيجي بنفس اعراض الروشه. هو يعني برضو المعلومه الاستاذ ياسر طبعا على فكره الخبره والعلم ليهم دور كويس قوي يا جماعه. في امراض من الامراض الفيروسيه يعني ايه ما بتكونش اساسا فيروس، بيكون مرض بكتيري زي السالمونيلا بيتطور لو انت ما خدتش بالك منه فبيتحول عندك لمرض فيروسي. تمام. فبالنسبه للروشه خلاص هي معروف، احنا لسه كنا بنقول الفيروس بيشتغل في الجو الساقع ملوش في الحر، السالمونيلا بيشتغل على مدار ال 24 شهر مش ال 12. وده اخطر من ده اخطر، يعني احنا بنقول ده ملوش علاج بس ده اخطر فعلا يا جماعه، الكلام ده مظبوط 100%. الروشه اسهل كتير من السالمونيلا. السالمونيلا بيخش لك دلوقتي، احنا دخلنا في ازيد من 40 نوع بالنسبه للحمام بس كمرض سالمونيلا. السالمونيلا اللي بيجي عن طريقها اعراض الروشه علاجها مختلف تماما عن الروشه. ده هنتكلم عليه في الحلقه الثانيه. في اي تعليق يا استاذ محمود تقوله؟ شكرا للاستاذ ياسر على المعلومات الجميله دي، وربنا يبارك له بجد يعني. متشكرين جدا يا استاذ، ان شاء الله نكمل مع بعض الحلقات. احنا يا جماعه ان شاء الله اسباب الامراض والكلام ده كله ان شاء الله هنكمله حلقات بالتفصيل. واخوكم محمد صلاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.